لو سألتك ايه هي اكتر حاجة ممكن تضايق الشخص البيبل بليزر اللي بيحاول يسعد الناس على حساب نفسه، هتقولي هو ده، ان هو بيحاول يسعد الناس على حساب نفسه وبينسى نفسه. لا، في حاجة تانية اكتر من دي بكتير، انه يشوف حد من ولاده بيعمل زيه. انتوا مش متخيلين دي ممكن توجعه قد ايه. انه ما بيبقاش عايز يشوف ولاده عايشين المعاناة اللي هو عايشها، بيحاول ان هو ينقذهم منها ويطلعهم منها. إيه رأيكم بقى ان انا في الفيديو ده هقول لكم ان انتوا تستغلوا نقطة الضعف اللي جواكوا دي، ان انتوا بتحبوا ولادكوا قوي، مش عايزين ولادكوا يبقوا زيكم، في ان انتوا تتغيروا. اقول لكم على موقف حصل معايا وانتوا هتعرفوا تعملوا ايه. انا كنت مع ليلى بنتي بنجيب ايس كريم، وبعدين كنا واقفين يعني واقفين كده عند الراجل عشان نختار الايس كريم، وبعدين مشينا شويه ورجعنا بس لسه موجودين في المحل، ففي ناس تانية جت ووقفت. فليلى راحت قايله لي ايه، على فكره يا ماما احنا جينا قبلهم، احنا المفروض احنا ناخد الاول. قلت لها اه طبعا يا ليلى ان شاء الله هناخد. وبعدين وقفنا عادي وتمام، وانا فاكره ان احنا اكيد هناخد الاول لان احنا جايين الاول. فالراجل قال لي اتفضلي، فلسه هطلب، راحت البنت اللي جنبي قايله لي على فكره احنا جايين قبلكم. انا بقى على فكره انا بيبل بليزر، بس الحمد لله كنت يعني اول حاجه كنت هعملها اقول لها لا طبعا خلاص مفيش مشكله اتفضلي ومش عارفه ايه وكده، بس انا عشان ليلى واقفه جنبي وعشان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا لا انا يعني ده حقي انا جايه قبلك. فقلت لها بابتسامه وبساطه لا انا جايه قبلك وحتى اساليه لو انتي مش مصدقاني، ورحت وقفت وطلبت. والله يا جماعه انا مش هنسى ابدا بصيتها ليا من فوق لتحت، وفضلت تبصلي طول ما انا ما بطلب، وانا بصه دي مضايقاني. ولكن اللي شجعني في الموقف ده واللي قواني في الموقف ده ان ليلى واقفه جنبي. انا مش عايزه ليلى اللي هو ايه، طب خلاص ماشي تبقى مؤدبه وتبقى ذوق وكل حاجه ولكن تاخد حقها. فعشان كده انا حاسه قوي بالناس البيبل بليزرز، لان انا اصلا منكم، وانا كنت كده زمان، وانا عارفه ان انا لما بعمل عكس ده ببقى بعمل عكس طبيعتي. انا طبيعتي بحب قوي الناس تبقى مبسوطه وسعيده وفرحانه، بس في حاجات لا، ما ينفعش نعمل ده على حساب حقنا او على حساب نفسنا، وبالذات بالذات على حساب ولادنا. فاللي انا بقوله لكم بقى ايه، لما يبقى اي موقف بيحصل تخيل ابنك قاعد جنبك، انت عايز تعلم ابنك ايه، عايز ابنك في الموقف ده يتصرف ازاي، واعمل التصرف اللي انت نفسك تعلمه لابنك، حتى لو ده كان عكس طبيعتك، او حتى لو حسيتي وانت بتعملي كده ان انت متضايقه، ان في حد باصص لك وهو متضايق وهو مش مئز منك وكده، عادي ولا يهمك، لان انت بتعملي الصح.